Allah Ta'ala Allahu Sallallahu Alaihi Iman Tollah Dohul La ilaha illallah La ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ومقيد كالشمس من كمضي واصفرت عنكم ليلة وقرى ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وصلها يوم نالت بابنلة وبمقار ما لم تنله النساء وتصدق بأبطل مما حمل قبل مريم وأسطرة مولد كان منه فيك الكفر وقالوا عليه وبال وتوالت بشرى الحوادث أن قد ولد المصطفى وكان هناها سمنا قد استحسن القيام عند سكر مولد الشريف عمة صور ويقين وروية وتوب لمن كان تعلم صلى الله عليه وسلم قايا الله عليه وسلم وعلي يدي على الأرض رافع الرسول إلى السماء العليا راميا بذلك الرب إلى سوده وعلا ومسيرا إلى رفعة قدره على شاعر البرية وعنه العديم الذي يدن طباعه وسجايا ودعته عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ إلى السرور منى وأدخله كعبة البراء وقام يبلغ بملوك وكيل تنوجدوا بعد 7 ليال سويا وأولم وأدعم وسماه محمدا وأكرم مسواه وزيدت السماء حفظا وردا المرضى وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النبيرات كل رجيم في خال مرقا وتنلق إليه صلى الله عليه وسلم عنده زوريا واستنارت بنورها وهاد الحرم وربا من قائمة قرار ومجنى واستدعى الإيمان بالمدائن الكسراوية الذي رفع سروان سمقا وسوى وسكت 14 من الأولياء وكسر كسرى لحول ما تمورا وخمدت النيران معبودة الممالك الفارسية البلاد العجمية وجفت الطف واقف موجي السجاج ينادي واقفا وفاد واراني سماوات وحي وفازت في فلك وبغيا لم يكن بها قبل ماء ينقع للدمعان الله وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالمولد المعروف بالإيران المدينة والبلد الذي لدي وفي سهرها وفي يومها على أقوال العلماء مريا والراجع أن
قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن العالم وهمان اللهم اكرمك بأهل سبيل الصلاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرشدوا وإياه سبحان الصمد والسبيل الذي اعتذر منه وقد عند بلاده بالصلاة والسلام وأنتم مع فيها مسلوب وفي سلامة ويده حكيا وأرجعت قبله أفضل كثير تسير طريقه وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من البليدة بسلة وكسوة بها حافيا إلى أن أوردها هيكل رأيتم من دارها ووراء اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم يوم السلام السبيل سيدنا